مثل ما قال فيس تحديد الصوره وعلم النفس ايش يقول. اول ما جاء عند ايمن اعطاه اول كرت حدد الهدف بدليل، حدد هدف هذا لازم يطلع من المباراه. كيف؟ لما قاعد اعطى الكرت الثاني سحب نفسه الشيد الاحمر، معناها عرف اللاعب المفروض يخربط شوي يتني. عندك كرت من اول لا سيده مثل طلقه، اذا هو اخفى وقع ما يقدر يخفي. اي انسان في علم النفس يعرف هذا انه حدد هدف ايمن عشان يطلع برا المباراه باي طريقه. هذا الحكم جاي ويلعب المباراه من البدايه، قد خان العراق في اكثر من مباراه وراح حتى ايراني وجنسوا استراليا، من زمان ما كان عنده الجنسيه، مع صار الجنسيه له قريب هذا. طيب. العمليه شو اللحظه؟ طب احنا شو ذنبنا؟ احنا شو ذنبنا يا نحن ما نحن نحن فريق عربي احنا بدنا نحكي عليك حتى انا عندنا فريق عربي انضرب، فريق ثقيل وفريق بطل. والاردن ايش؟ الا بتحكي الاردن يعني فاز. مبروك الاردن. انا ضدك يا ما انت اخي، بتحكي فريق عربي وفريق بطل، يعني الاردن ايش؟ والاردن بطل ومش عربي. لكن الحكم اعطاك اياه قبلك اياه. يلا ماشي. انا هنا عمش التوقيت، قلت التوقيت بفارق زمني الاردن انتم تاخرتوا اكثر وطلع صح. يا اخي شوف الوقت ماله قال قبل ان ما اتكلم، الفيز ماله يدل حدد. تعرف لما يحدد هدف مثل قناص، يقول القناص يحط الهدف والرياح ومدري ايش، وقها مدل على ايمن. انت ارجوكم عيدوا اول كرت شوفوا. طيب شكرا لك. الكرت الاول فاول لصالح ايمن، كيف اعطيته الكرت انا معه؟ حتى اصابه مرد تعيد الكرت الاول بعد شوي. لا نحن يا اخي بنتكلم من اول قلنا لكم بغينا البطوله عربيه. طيب. بغينا البطوله في ارض عربيه عربيه. مين جاء؟ جانا هذا الايراني طلعنا فريق بطل، بس هذه